أن تكون المرأة لا يقل تمثيل المرأة فيها عن 30% من القائمة، على أن توضع في مرتبة متقدمة من هذه القائمة. يعني عمال تتنطط لي في المؤتمرات بتاعت حقوق المرأة وشغال الله ينور، بس انا قاعد لأمك. اهو الاستاذ عماد جاد في ندوة مع جماعة مصريون ضد التمييز الديني مرض، واللي هوريكوا لقطة من مخططاتها في الغاء المناهج الاسلامية من التعليم. الافندي بيقول ان المجتمع المصري وصل لحالة غير مسبوقة من تدين، وبيوصف مثال للتعصب الديني في نموذج. ايه هو بقى النموذج ده؟ ان الشعب المصري دعا للمنتخب المصري للفوز على الجزائر، مش عاجبه الدعاء سيادته. شفت اكتر من كده وساخة؟ لانه احنا مش قدام حاله تدهين للمناهج، احنا قدام مبارزه ومباراه ومزايدات من الدوله المصريه في الاستخدام السياسي للدين، وفي استخدام الدين للسيطره على الناس. لانه لو العلاقه بين الاستبداد وبين التربيه الدينيه بالمفهوم اللي بيحصل في المدارس واضحه جدا. انا لما اربي الطالب على النقطة الثانية انه لما بتكلم على ارضية دينية يبقى نظرتي للمرأة ليس من منطلق انها انسان ومن منطلق انها مواطن، هي من منطلق رؤية دينية لوزن ودور ومكانة ومهمة ووظيفة المرأة. والتيارات الإسلامية اللي موجودة عندنا والتيارات الدينية اللي موجودة عندنا محددة دور للمرأة. الأفضل أن تجلس إلى المنزل، ألا تظهر هناك. والنموذج ربما اللي موجود في قطاع غزة هو نموذج بارز للتعامل مع المرأة باعتبارها شيء يعني لابد من تغطيته، شيء لابد من تحديد مسارات له لكي يسير. ليس من حقها أن تفعل الكثير من الأمور بشكل منفرد ومستقل، لابد من شخص معها من عائلتها حتى يضمن أن يكون سلوكها قويما. إذا بنتعامل معها بظهر قاصرة وأدنى من مرتبة المواطنة. إذا من أرضية دينية لا يوجد هناك لا مواطنة ولا مساواة. إذا القيمة بتاعت المواطنة اللي هي قايمة على فكرة المساواة، طالما بتكلم على أرضية دينية دول مش موجودين. لو بتكلم على أرضية قانونية حقوقية بتكلم على مواطنة، وفي المواطنة صوت المرأة بصوت الراجل في الانتخابات، وميراثها بميراث الراجل حسب القوانين المدنية، تساوي الرجل في كل شيء. لكن طالما بتكلم على أرضية دينية، الأرضية الدينية بتنسب فكرة المواطنة وتنسب فكرة المساواة. من الذي دفع المجتمعات العربية، المجتمع الفلسطيني والمجتمع المصري، إلى هذه الحالة من الهوس الديني؟ الحكومات، نظم التعليم، وسائل الإعلام. إذا نحن دفعنا مجتمعاتنا، أو نحن بمعنى نظم الحكم، الحكومات دفعت المجتمعات ودفعت المواطنين إلى الوقوف على أرضية الدين، وأن يتحولوا إلى يعني كائنات لا تنظر إلى كل شيء من منظور ديني. ثم نقول لابد أن نذهب إليهم على أرضيتهم لأن المجتمعات واقفة على أرضية دينية. يعني الإعلام في فترة من الفترات حتى وقت قريب كان إعلام حكومي، وبالتالي لم يكن لدينا لا تلفزيون خاص ولا فضائيات ولا أمور من هذا الشيء. فبالتالي الدولة احتكرت الإعلام فوجهت المجتمعات ناحية الوجهة المتكاملة مع التعليم ومع الأدوات الأخرى. الآن الدولة فقدت سيطرتها على وسائل الإعلام، هناك إعلام خاص، هناك إعلام مستقل، هناك. أنا أعتقد أن مشكلة العالم العربي الآن أنه قدم جرعات مكثفة من الدين والتدين، فبات ينظر إلى كل شيء من منظور ديني، وهذا المنظور بات ضارا بمستقبله. بمعنى أننا حينما نطرح، وبالتالي علينا أن نخرج من أسر هذه الجرعات الدينية المكثفة إلى أرضية إنسانية حقوقية قانونية عالمية، حيث يكون ممكنا
استعادة الخطوط والتعامل مع العالم من أرضية قانونية إنسانية. اسمعوا التانية دي بقول لك قمش واحد بلدياتنا في خلية إرهابية، وآخر عملية عملتها إيه؟ قال لهم البواسير